جهزوا المكونات معي لأنكم بإمكانكم اليوم فعليا تعملوا هاي الوصفة، لأنها من مكونات البيت وسهلة وما بتغلب. فعليا أنا استعملت من مكونات البيت يلي كانت عندي، لأنه النعمة ما بهدرها أبدا. يلي بالصينية هاي كفتة. ولتحضير المعكرونة البيتية بحتاج للمعكرونة اللي انتو بتحبوها. أنا استعملت المعكرونة يلي على شكل صدفة، هاي كتير حبيتها. واحتجت هدول الخضار، الفلافل اللي كانت عندي مستعملة، وبصل وبندورة، قطعتهم كتير منيح أشكل مكعبات. واحتجت هون للطنجرة زبدة وشوية زيت لحتى ما تنحرق الزبدة وتكون على نار متوسطة. بعدين بصير أضيف شوي شوي الخضار. ضفت البصلة وخليتها تتشوح لتتحول لونها لشوي تشقر، وبعدين بصير أضيف عمهل الخضار الثانية. فعليا أهم إشي بحب أحكيه في هذا الفيديو خصوصا كيف نعرف نحافظ على النعمة. كان عندي الكفتة القديمة شفتوها بأول الفيديو، خبيتها لحتى استعملها بدل لحمة أو دجاج في المعكرونة، وكتير بتطلع أطيب أصلا، بتكون مطبخة مع بندورتها وعادي ما في أي مشكلة. بس أهم إشي تطمنوا إنها ما تكون خربانة، وعادي جدا بتكون زاكية. بنكمل تشويح الخضار وبنبلش نضيفهم بالتدريج. بعد ما صار البصل باللون هذا اللي بدنا إياه بنضيف الفلافلة بنعطيها برضو شوي من الوقت للتشويح. بعدين بنصير نضيف الخضار الثانية، البندورة والفلفل. نسيت أحكي لكم إنه كان في فلفل. وهون الكفتة شوفوا منظرها ما أحلاها، قطعتها مكعبات. وبضيف الكفتة بآخر الخطوات قبل ما أضيف المعكرونة لأنها مستوية، فما بتحتاج تكمل سوا على النار مع الخضار حتى ما تتفتفت أو تتغير من شكلها. وبضيف هون معلقتين من معجون الطماطم مع معلقة من دبس الفلافلة، وبمزجهم كتير مع الخضار وبشوحهم ليطلعوا النكهة الزاكية. وهدول الفرق في الوصفة، وهاي الاشي السر بالوصفة الصراحة. كمان تشويح الخضار مع هدول الأشياء بتغير النكهة وبتخليهم أذكى. وبضيف هنا بودرة الثوم، وبضيف شوية البهارات اللي بتحبوها مثل البهارات المشكلة، وبنحركهم كتير منيح. والصديق الأساسي الصراحة للمعكرونة هو الأوريغانو، كتير طيبة تضيفوها يا على البيتزا أو المعكرونة أو الأكلات بشكل عام الإيطالية، بتغير من طعمها كتير زاكي. وبنضيف هنا الصوص اللي كان مع الكفتة، كتير برضو بيكون طيب. وهاي النقطة اختيارية. ضفت شوي، كان عندي معلقتين من كريمة الطبخ حطيتهم معها لحتى تعطي كثافة ودسامة أطيب. وممكن طبعا تستغنوا عنها لجماعة الدايت أو يكون الأكل أكثر صحية وأخف، فما في أي مشكلة. بنحركهم كتير منيح وبنخففهم هون بمرقة الدجاج أو مرقة اللحم. وإذا ما كان عندكم لا هاي ولا هاي بالمي بزبط مية المعكرونة كمان. بنملح أكيد، لكن انتبهوا على كمية الملح ما تكون كتير مالحة، لأنه ملحنا المعكرونة وفيه كريمة طبخ وبهارات، هاي بتضيف ملوحة زيادة للأكلة. هون تتحكموا بالحار مثل ما بتحبوا، بتضيفوا شوي من الفلفل الأسود أو الأبيض زي ما بتحبوا. هون بنضيف المعكرونة، أهم إشي بتكون مستوية سوا كامل. بنضيفها بعد ما تغلى الصوص لمدة دقيقتين مع بعض وتتجانس، وبنحطها كإضافة زاكية. وهون بنكون حطينا قطع اللحم يلي هي من الكفتة، وبنحركهم كتير ممتاز على النار. بنطبخهم 5 دقايق برضو على النار، ونضيف أي إضافات أو لمسات خفيفة بدهياها. وهيك بطلع الشكل النهائي للوصفة. وزينتها بقطع من الجبنة وبالبقدونس ورشة من الأوريغانو. وجد جربوها ما رح تندموا. كرما لا أمرا، لايك وكومنت وفولو وشير للقناة وللوصفة.